السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وتعالوا بقى بفيديو جديد وحاجة بسيطة جدا، حاجة تقليدية مش افتكاسة ولا اي حاجة، بس انا جاية اوريكم طريقتي في عمل البسلة. انا بعملها بطريقة مختلفة شوية، معرفش في حد بيعملها زيي ولا لا، وهقول لكم ريفيو عن الطاسة الجميلة دي. ناس كتير سألتني عليها وانا مجاوبتش بصراحة عليكم على كل حاجة. اول حاجة جبت الطاسة بتاعتي، حطيتها على النار، حطيت مادة دهنية ونزلت ببصلة متقطعة او مفرومة. وبعد كده كنت سلقة اللحمة عندي وقلبتها مع البصل، ما استنيتش بقى البصلة تاخد لون ولا اي حاجة، انا نزلت بالبصل مع المادة الدهنية مع قطع اللحمة، وهقلب فيها شوية وهقلبهم مع بعض، وهنزل بكام فص توم كده صحيح، انا ما قطعتوش ولا اي حاجة. عايزه اقول لكم ان انتوا هتاخدوا منه الريحه والطعم تحفه جدا من غير بقى ما تفرموا ولا اي حاجه. ناس كتير بقى سالتني عن الطاسه دي، عايزه اقول لكم ان هي عمليه جدا، هي عامله زي الطاسات الالومنيوم العادي خالص. ما فيهاش اي افتكاسه يعني. بستخدمها عادي على النار وبتدخل الفرن، ويعني جميله جميله بصراحه. ناس قالت لي هي بتتحرق، انا بصراحه ما يعني، انتي لما تستخدميها وطي عليها النار، مش لازم ان انتي تعلي النار قوي، بس هي ما بتتحرقش، هي طاسه عاديه يا جماعه ما فيهاش اي افتكاسه. المهم نرجع بقى الوصفة. حطيت 4 فصوص توم، وحطيت ورق لوري، ونزلت برشة بسيطة بشرة جوزة الطيب، ونزلت بقى ببهارات، معلقة بهارات مشكلة انا كده عاملاها في البيت، وهقلب كل ده مع بعضه، ومش هستنى ان اي حاجة تاخد لون معايا خالص، انا بحب الحاجة مش متسبكة قوي، فاهمين الفكرة؟ بس بعد المرحلة دي بقى هنزل بالبسلة بعد ما فصصتها وغسلتها كويس قوي وصفيتها من المية، هنزل بقى بيها هشوحها مع اللحمة والبصل والثوم والتوابل بتاعتي. لو حد بيعملها بالطريقة دي يكتبلي في الكومنت، ولو وصلت لحد هنا معايا في الفيديو اعملي لايك واشتركي في القناة لو اول مرة تشوفيني، انا دودي. عايزه اقول لكم الطاسه دي انا لما اشتريتها اشتريت المقاس الصغير جدا، اللي عارفين اللي هي بتاعه البيض، ما طلعتش صغيره خالص بصراحه، هي حجمها حلو جدا ومناسب جدا، وبعمل فيها حلو وحادق. وبتدخل الفرن وبتتحط على النار، وبدخلها الفريزر، وكل حاجه شغاله تمام، ما قشرتش معايا ولا غيرت لون ولا اتحرقت ولا اي حاجه. المقاس الصغير كان سعره عامل 170 جنيه. تمام. المقاس الكبير طبعا كل ما المقاس يكبر السعر هيختلف وهيزيد طبعا. بعد ما قلبت البسلة شوية مع البصل واللحمة والبهارات بتاعتي، نزلت بقى بالجزر، انا بحب ازود الجزر قوي، يعني الجزر ده كان نص كيلو، والبسلة كانت نص كيلو. الجزر عندك هيديكي طعمه حلو شوية، فهيديكي كده مزازة حلوة في الوصفة يعني. وبعد كده كان عندي طماطم مضروبة ومتصفية، ونزلت بيها على البسلة وسبتها بقى تستوي مع بعض كلها في قلب بعضها، وده كان شكلها النهائي. عايزة اقولك الطريقة دي جربيها مش هتندمي خالص، ولو انتي اصلا بتعمليها بالطريقة دي اكتبيلي في الكومنت وشجعوني. يلا مع السلامة.